أزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. حكايتنا النهاردة حكاية حقيقية واقعية بنحكيها لكم للعبرة والتعلم والموعظة. وصاحبة القصة بتقول أنا عندي 26 سنة واتجوزت سيد جوزي، وكان شغال نقاش، وكنا ساكنين في شقه جار في منطقة شعبيه، في شارع فيه سوق، والزحمة لا بتهدى ولا بترحم. وكنت ساكنه في الدور الأول. وفي يوم من سنتين جه واحد أجر المحل اللي تحت البلكونة بتاعتي. كان شاب حوالي 35 سنه وفتح محل خضار مكان واحد كان فاتح قبله ومشي. ومن يومها حياتي بدأت تاخد منحنى غريب ما كنتش متخيله. أنا كنت دايما بنزل أجيب خضار وحاجتي من السوق، وبجيب كله من أقرب حد ليا علشان ما أفضلش شايله كتير. وكنت كل مرة أشتري من عنده الأغيه بيبيع لي بسعر أقل من السوق، ويقول لي علشان خاطرك أنت. وهنا بصراحة كنت بقول لنفسي يمكن علشان أنا جارته، ومش بفكر أكتر من كده. مع إن الموضوع كان غريب شوية لحد ما جيت عليا أيام جوزي ما كانش بيشتغل خالص، وكان تعبان من صدره، والظروف كانت صعبة قوي، وأنا بقيت أشتري الأكل بشكك من ناس أعرفهم، وكل ما ربنا يبعت لي فلوس أسدد وأرجع أتزنق تاني. ورحت له وقلت له ينفع أخد خضار وأبقى أحاسب. بعدين لقيته بيقول لي خدي اللي انت عايزاه في أي وقت وما تشيليش. وفضلت أخد منه شهر كامل وتراكم عليا مبلغ كبير. جوزي كان قاعد في البيت وأنا بقيت مش عارفه أعمل إيه، لحد ما فكرت أبيع حاجة من البيت أسدد بيها، وقلت أول حاجة هي التلفزيون. نزلت سال يمكن ألاقي حد عايزه، لقيت واحد عايز يشتريه بنص تمنه وأنا كنت محتاجه كل جنيه، فرفضت وروحت. قلت لبتاع الخضار يمكن يعرف حد. وهنا حسيت إنه فاهم إني ببيع علشان متزنقة. ووقتها نظرته ليا كانت غريبة فيها، خوف عليا مش شماته. وقال لي تعالى نوقف على جنب، وبدأ يتكلم معايا بجدية، وقال لي اعتبريني أخ ليكي. وقال إنه شايف الظروف صعبة وإن أي حد ممكن يتعرض لده. وقال لي إنه يساعدني ويديني 3000 جنيه، وإنه ياخد التلفزيون عنده لحد ما ربنا يفرجها وادفع زي ما أقدر. أنا اتخضيت لأن عمري ما أخدت فلوس من غريب، ورفضت كتير، بس هو فضل واقف على كلامه. وكمان قال إنه محتاج حد يساعده في المحل، وقال لي خلي جوزك ينزل يشتغل معايا. أنا اتلخبطت وخوفت أقول له لأن جوزي غيور جدا، لكن قلت له حاضر. وطلعت البيت، ولما صحي جوزي حصلت خناقه كبيره بينا، رفض ينزل يشتغل وأهله جم وزودوا الخناقه عليه. وفي الآخر نزل واتكلم مع صاحب المحل واشتغل معاه. اشتغل شهر ورجع تعبان واتحجز في المستشفى، وكانت حالته صعبة، وأنا كنت رايحه جاية على المستشفى لوحدي، وما كنش في حد معايا غير الراجل ده كان بيمد إيده في كل حاجة وبيقول كلمه اطمني ويبعت يشوف احتياجاتي، لحد ما حسيت إني لأول مرة في حد واقف جنبي بجد. ولقيته بيطلب رقمي علشان يطمن على جوزي واديتهوله. ومن هنا بدأت حكاية ثانيه خالص. جوزي كان في المستشفى شهرين، والراجل ده كان بيكلمني كل يوم ويطمني ويسمعني ويقف معايا، وكنت باخد منه إحساس إني مهمه. وكان بيحكي لي عن حياته وإنه مغترب وعايش لوحده وما عندوش حد. ساعتها قلبي رق ليه، وحسيت إني نفسي أساعده زي ما هو بيساعدني. ومع الأيام قال لي إنه معجب بيا من أول مرة شافني، وأنا رغم خوفي اعترفت إني مرتاحه معاه ومقدره اللي بيعمله معايا. ومرت الأيام وفجاه ربنا افتكر جوزي وتوفى، وأنا اتصدمت، ما كنتش عارفه أزعل على اللي عشت معاه ولا أبص للي واقف جنبي. عدى العزا وروحت أقعد عند أهلي، وقلت لصاحب المحل إني همشي من الشقة. قال لي خليكي وأنا أدفع الإيجار، وأنا رفضت طبعا. فقال إنه هيكلم صاحب البيت يشوف شقه تانية، وفعلا أجر شقه عندنا في نفس البيت. وبعدها بكم يوم قال لي الشقة محتاجة ترويق، وقال لي روحي روقيها وأنا هكون تحت في المحل وما هطلعش علشان تبقي مطمنة. وفعلا رحت ورتبت الشقة ونزلت، وهو داني فلوس وأنا رفضت. قال لي دي محبة، وأصر لحد ما أخدتهم وبدانا نتقرب من بعض أكتر وأكتر، وفضلنا نتكلم بالساعات. ولما حكيت له عن الجواز قال إنه ناوي يتجوزني، وقال عنده وقت طويل يجمع فلوس وإني استناه، وأنا وافقت. وفضلنا سنتين على الحال ده. كنت بروح له الشقة أوقات كتيره أقعد وأمشي، وهو يقول لي لسه شقة، الجواز بتتجهز، وإنه خلاص قربنا لحد ما جه الشهر اللي المفروض نتجوز فيه. واتفقت معاه أكلمه ما بيردش، اتصل الاقيه مشغول يوم والتاني تليفونه اتقفل. قلق قلبي بقى يدق. نزلت على المحل لقيته مقفول، طلعت على الشقة خبطت محدش رد. رحت سألت الراجل اللي جنبه، قال لي ده مشي من هنا من امبارح وصافي المحل ومشي. أنا حسيت الدنيا بتلف بيا ودورت عليه في كل مكان. كلمت صاحب البيت
قال إنه راجع بلده وساب الشقة والمحل وكل حاجه ومشي من غير ما يقول لحد. وأنا وقفت في نص الشارع مش قادرة أتنفس، مش فاهمه إزاي سنتين يختفوا في يوم إزاي، وأنا سايبه ناس تتقدم لي ورفضه ومستنيه وهمي. ومن يومها وأنا اتعلمت درس ما انساهوش، إن الطيبة لو زادت عن حدها تتحول لسذاجة، وإن الثقة العمياء نهايتها وجع، وإني عمري ما سلم قلبي لحد من غير عقل، وإني مش هكرر الغلط ده مهما حصل. وبكده خلصت حكايتي.